وركز قوي في الحته دي لاننا هنرجع لها كمان شويه. الموضوع بدا في صباح 2 ابريل 2025 لما ترامب كتب على حسابه على منصه ترو سوشيال جمله واحده بس: اتس ليبريشن داي. وبعد الظهر ترامب خرج على الصحفيين وحط قدامهم لوحه مكتوب عليها تعريفات جمركيه متبادله، واللي وفقا ليها امريكا قررت تفرض تعريفات جمركيه هي اللي محدداها على كل دول العالم. لكن اللي يهمنا هنا هو الصين، فرض عليها تعريفه بنسبه 34% على وارداتها، ده طبعا زياده عن التعريفه القديمه. فالصين قررت تتحداه وترد عليه بالمثل، وفي خلال يومين وتحديدا يوم 4 ابريل وزاره الماليه الصينيه اعلنت انه زي ما امريكا فرضت عليهم تعريفه قيمتها 34%، فهم كمان هيفرضوا اعتبارا من 10 ابريل تعريفه بنفس القيمه على كل وارداتهم للسلع الامريكيه. والتصعيد فضل مستمر بين البلدين لحد الاسابيع الاخيره اللي فيها قرر ترامب يفرض اجراءات عقابيه جديده اكبر على الصين، وتوقع ان الصين هتنفذ كل اللي يتقال لها وهتفضل ساكته. لكن ده طبعا ما حصلش، والصينيين ردوا بفرض قيود اكبر على صادرات